السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه ام ياسين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وجدت لواحد الكاطو بمكونين، واحد الكاطو اللي هو بسيط فيه مقادير بسيطه وكيجي فيه مذاق كيحمق مذاق غزال. بقاو معايا حتى الاخر باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. وقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه ونبداو بسم الله، توكلنا على الله وعلى النبي رسول الله. اول حاجه خديت ياغورت بالنكهه ديال الفاني، خديت باكيه ديال الزبده ديال 250 غرام، ساشي ديال الفاني. النكهه اللي غادي نعتمدوا عليها في هذا الكاطو هي النكهه ديال الفاني، وجوج زليفات ديال الدقيق ديال الفورس، ماشي بالضروري زعما يكون نوعيه مزيانه، اي فورس عندكم متوفر. اول حاجه خديت هذيك الزبده كيخصها تكون بحراره ديال المطبخ باش تسهل علينا اننا نعجنوها. الا كانت في الثلاجه غادي تكون قاصحه، غادي تعذبنا شي شويه، من الاحسن تكون بحراره ديال المطبخ. ومعها ياغورت، درت معها داك الياغورت وداك الساشي د الفاني وقبيصه د الملح، ضروري الملحه، غير واحد القبيصه صغيره صافي. وعجنت هذاك الزبده والياغورت والفاني، عجنتهم مزيان حتى تذوب لينا داك الزبده. هانتوما كتشوفوا يعني ما فيهش شي مكونات اللي صعيبه ومعقده، مكونات بسيطه، واهم حاجه انه كيجي فيه مذاق غزال. انا مأكده الا جربتوه غادي يعجبكم. فيه داك المذاق ديال الفاني وكيجي فتي وكيحماقوا عليه اكثريه الوليدات الصغار. حنايا منين كنا صغار كانت ماما كتصيب لينا هذا الكاطو، كنا كنحماقوا عليه من الصغر. دابا انا كبرت ومازال كنوجد هذا الكاطو. هذه الوصفه هذه خديتها من عند ماما، غير جربوها ما غاديش تندموا ان شاء الله. صافي وبقيت كنضيف داك الدقيق شويه بشويه حتى نشكلو عجين، ما يكون قاصح، ما يكون زعما مطلوق بزاف. صافي هذا هو القوام ديال العجين، هانتوما كتشوفوا ما قاصحه ما جاريه. هي اصلا واخا كتقصحوه شويه حيت فيه داك الزبده راه كتفتيه. ها شحال بقى ليا من دوك جوج زليفات، هذاك الشويه اللي بقى هو اللي غادي نطلقوا به العجين. صافي قسمتها على جوج، دهنت بسطح العمل بواحد شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا العجين، غير شويه ماشي بزاف. وطلقته بالمدلك. حاولوا انكم تطلقوه، واخا تطلقوه رقيق ماشي مشكل حيت هو راه كيتطوى على جوج. وتاخذوا شي قطعه عندكم مدوره ولا ما متوفراش عندكم ديروا غير الكاس. المهم انا وريتكم يعني البساطه، يعني حتى ما عندكمش القطاعه تقطعوا غير بالكاس هكا، قطعته على شكل ديال دوائر. ومن بعد درت هنايا شويه ديال الكونفيتور في الوسط. تقدروا ديروا اللي متوفر عندكم، ديروا اما طريف ديال الشكلاط ولا اللوز ولا ديروا حتى العسل ولا ديروا صوص كراميل. المهم اللي متوفر عندكم في الدار ديروه، اي نكهه زعما كتعجبكم انكم ديروها. صافي من بعد حيدت هذاك الزايد اللي بقى ليا ونديروه في شي بلاستيكه باش ما يبش لينا على ما نكملوا. المهم ومن بعد بقيت كنطويهم هكا بحال نصف دائره بهذا الشكل هكا. انا حافظت على شكل تقليدي، هذا الشكل هذا كانت كديروا لنا ماما هكا وحنايا صغار. حسيت براسي بحال الا بدلت ليه الديكور ما غاديش يجي بداك البنه. المهم هذه طريقه راها سهله وكيجي حتى المنظر ديالو زوين. صافي بقيت كنبرك هكايا، ضروري تبركوا شي شويه بصبعانكم باش ما يتحلوش ليكم في الفران. صافي من بعد خديت فورشيط وبقيت كنبرك هكا على دوك الجوانب باش نشدوهم مزيان ويعطيونا واحد الديكور. طريقه سهله وبسيطه، واهم حاجه انه ما كياخذوناش الوقت بزاف، يعني دغيا كيوجدوا. كنكونوا ديجا شعلنا الفران، كنسخنوه على 180 درجه، كنشعلوا عليه من الفوق ومن التحت وكنخليهم يتحمروا على خاطرهم. ها هما من بعد ما استفتهم شوف واخا تلصقوهم راهم ما تخافوش انهم غادي يتلاصقوا في الفران، واخا تلاقيوهم ماشي مشكل، راهم ما كيتلاصقوش حيت فيهم الزبده ما كيتلاصقوش واخا ما دهنوش حتى التبصيل. صافي وداك النص ديال العجين حتى هو شكلته على ما طيب ليا الاخرى، راهم دغيا كيطيبوا. حاولوا ما تجهدوش الفران باش ما يتخطفوش ليكم في الفران ويتحرقوا، ماشي يجي لونهم ذهب. صافي نتوما كتشوفوا شكلهم كيجي غزالين مذاق غزال. صافي هما من بعد ما طابوا كيطيبوا كيكونوا مازالين سخانين
كنديروهم في السكر كلاصي، كيكونوا مازالين سخانين كنحشيوهم في السكر كلاصي. الا خليتوهم حتى بردوا عاد درتوهم في السكر كلاصي ما غاديش يلصق فيهم السكر، من الاحسن ديرهم هما سخانين. انا قسمت هنايا الطبسيل على جوج، درت هنا شويه وهنا شويه، غطستهم المره الاولى وعاود غطستهم المره الثانيه وخليهم واحد شويه. الا كان عندكم السكر كلاصي من نوعيه مزيانه ديروهم غير مره واحده، ما كانش عندكم نوعيه مزيانه كان عندكم هذاك السكر العادي ديال داك الباكيه اللي كيتباع في الحانوت، ديروهم جوج ديال المرات، المره الاولى والمره الثانيه وخليهم واحد شويه وعاد هزوهم. المهم هذا هو الشكل ديالهم، راهم كيجيو فنين وبساطه. نتوما كتشوفوا يعني مقادير بسيطه ودغيا كيوجدوا ما كيتعطلوش وكيعطيو كميه وفيره تبارك الله. كنتمنى انكم تجربوه وكنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. بسلامه.